السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد، وهنتكلم عن مجموعة اخبار مهمة جدا. ناصر منسي زملكاوي والاعلان خلال ساعات، وابراهيم انداي جاهز لمواجهة فيوتشر، اجتماع مرتضى منصور مع اسامة نبيه واللاعبين. اتمنى قبل ما نبدا يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل وتابع معايا الفيديو للنهايه. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول خبر معانا، وناصر منسي وقع لنادي الزمالك. رغبه اللاعب حسمت كل الامور والاعلان خلال الساعات القادمه. مستشار مرتضى منصور اتكلم امبارح عن في صفقه هتتم النهارده، وهو هيكون بنسبه كبيره هو ناصر منسي قادم من البنك الاهلي. اللاعب طبعا وقع مع نادي الزمالك، وفي نفس الوقت اتمنى ان اللاعب يكون اضافه. هو لحد دلوقتي مسجل هدفين مع البنك الاهلي، ولكن اتمنى ان هو يتطور وفي نفس الوقت يكون اضافه ويسجل طبعا اهداف كتير، لان احنا محتاجين في نادي الزمالك مهاجم. ده سامسونج طبعا انا شايف مستواه ضعيف جدا ومقدمش اي حاجه. الجزيري بعيد عن مستواه، واتمنى حتى يخش منافسه ناصر منسي وسيف الجزيري في منافسه خلال المرحله اللي جايه. واتمنى ان اللاعب يكون اصلا اضافه لنادي الزمالك. اكتبوا لي رايكم في صفقه ناصر منسي، وهل فعلا الزمالك هيستفيد بيه وهيكون اضافه ولا لا. والخبر الثاني بعد كده بيتعلق باللاعب ابراهيم انداي، ونقول له كفاره وهيرجع تاني يشارك مع نادي الزمالك. النهارده شارك في التدريبات الجماعيه، وكمان جاهز لمواجهه فيوتشر القادمه. لحد دلوقتي برضو اللاعب ده احنا مش عارفين اذا كان هو كويس ولا وحش، هيكون اضافه هيفيدنا، ولكن هنشوفه خلال الايام الجايه والمباريات اللي جايه. فاتمنى ان اللاعب ده احنا نستفيد بيه بقى، لان احنا معظم الصفقات اللي عندنا انا شايف ان هي ما قدمتش اي حاجه. اذا كان سامسونج زكريا الوردي طبعا رحل، ولحد نشوف ابراهيم انداي اذا كان هيكون لعيب قوي واحنا هنستفيد بيه فعلا ولا لا. فنتمنى ان ابراهيم انداي يكون جاهز ويخش معانا في المباريات اللي جايه في الدوري، ويكون جاهز كمان في افريقيا ونستفيد بيه خلال الفترة اللي جاية. والخبر اللي بعد كده بيتعلق باللاعب احمد القندوسي، والزمالك دلوقتي بيفكر ان هو يشتري اللاعب من نادي وفاق سطيف. اللاعب مميز جدا وشفت له بعض الفيديوهات. اللاعب طبعا بيلعب في خط الوسط الهجومي، وفي نفس الوقت برضه سنه صغير 24 سنة، واكيد هيكون ليه مستقبل لو جه نادي الزمالك. هو افضل كتير جدا من زكريا الوردي، تمريراته حلوة جدا، بيعرف يلعب على الارض. في نفس الوقت برضه انا شايف ان الزمالك هيستفيد كتير جدا من اللاعب ده. عامة النادي طالب $1,400,000، فانا شايف ان حاجة كويسة جدا لو احنا خلصنا مع اللاعب ده. ممكن كمان ننزل من سعره، ممكن يخلص كمان على $1,100,000، وفي نفس الوقت برضه الزمالك برضه هو اللي هيستفيد بيه في الاخر. فاتمنى ان في خلال الساعات دي الزمالك يخلص مع اللاعب ده، لان هنستفيد منه جامد جدا لما نلعب مثلا بدونجا ولاعب احمد القندوسي، او مثلا امام عاشور واحمد القندوسي، فهتبقى فكره كويسه جدا. الخبر اللي بعد كده اسامه نبيه ومرتضى منصور بيجتمعوا، وفي نفس الوقت برضو شفنا ان المستشار بيتكلم مع اسامه نبيه على قد ايه ضروره الفوز خلال المباريات القادمه، واداله الثقه واداله الدعم بحيث ان هو يعرف يشتغل، وفي نفس الوقت برضو يرجع الثقه للعيبه مره تانيه، ويرجع سلسله انتصارات مره تانيه، ويحفز الجهاز الفني الجديد ان هم يشاركوا ويلعبوا بمنتهى القوه. خصوصا كمان ان مواجهه فيوتشر مش مواجهه سهله. لو تفتكر برضو السنه اللي فاتت لما مسك اسامه نبيه المدير الفني، كان برضو اول مباراه يلعب كان ضد فيوتشر، ففيوتشر برضو منافس بالسهل، ولكن برضو لازم نفوز عليه علشان يدي ثقه للعيبه اكتر، وفي نفس الوقت يرجع اللعيبه الروح مره تانيه. لان برضه انا لسه بقول لكم ان الدوري لسه في الملعب واحنا قادرين ننافس عليه مره تانيه، واللعيبه لازم تفكر نفسها ان هم بطل الدوري مرتين ورا بعض، وقادرين ان هم يحافظوا على اللقب مره تانيه. ممكن يرجعوا من بعيد مره تانيه ويرجعوا يتصدروا. وبرضه عايزين يركزوا خلال الفتره الجايه، لان عندهم في شهر 2 مواجهات افريقيه، فالضغط هيزيد، ولازم اللعيبه ترجع تاني تستعيد مستواها ويرجعوا يركزوا مرة تانية في المباريات. ونتمنى كل الدعم لمدير الفني الجديد أسامة نبيه، وياخد كل الثقة
ويقدم بقى نفسه لنادي الزمالك ويفرحنا خلال الفترة اللي جاية. كده انتهى الفيديو اخبار النهاردة، كان فيديو اخبار بسيط، اتمنى تعمل لايك، ولو انت اشترك معنا في القناة، وقول لي تحت رايك في الكومنتات في فيديو اخبار النهاردة. اشوفكم على خير، يلا سلام.